وقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الرشد، انتبه، الرشد ضده الضلال، والهداية ضدها الغواية. لاحظتم؟ الرشد ماذا ضده؟ الضلال، والهداية ضدها الغواية. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بهذين الوصفين. ماذا قال عنهم؟ الراشدين المهديين. الراشد ضد الضلال، والمهدي ضد ايش؟ الغواية. طيب، الله تعالى وصف نبيه في القرآن بهذين الوصفين. أين؟ ماذا قال؟ لا، نفس وصف الخلفاء الراشدين. نعم، فتح الله عليك وزادك الله حسن يا مختار. قيد اسمه، هذا له جائزة عندنا. ما ضل صاحبكم وما ايش؟ ما ضل مقابلها الرشد، صح؟ وما غوى مقابلها ايش؟ الهداية. أعد الجملة الأخيرة. نعم، قال أن الحنيفية أرشدك الله، إذن هذا لطاعته، دلك الله تعالى لطاعته. الله تعالى يمن عليك بأمرين: يرشدك إلى الطاعة، هذه نعمة عظيمة، والأعظم منها ما هي؟ والأعظم من الإرشاد للطاعة ما هي؟ ها شباب، أعظم نعمة أن يرشدك الله للطاعة، لكن أعظم من الإرشاد إلى الطاعة ما هي؟ نعم، اللي في الأخير الثبات. نعم، بماذا؟ لا، غير كذا. نعم، لا، نعم، ايش ما تقول؟ لا، أنا ايش؟ لا، اللي في الأخير. نعم، ليش؟ التوفيق لماذا؟ بماذا؟ يعني أنت دندنت، يعني قربت. نعم، نعم يا شيخ. لا، شوفوا بارك الله فيكم. نعم، اللي في الأخير، آخر واحد، الجدار. شوفوا بارك الله فيكم، قد يمن الله عليك ويرشدك إلى الأعمال الصالحة ويبصرك بالأعمال السيئة، وقد يرشدك الله للسنة من البدعة والتوحيد من الشرك، لكن قد لا توفق للعمل. فأعظم منا بعد أن يرشدك الله للطاعة العمل بالطاعة. ولذلك بعد كل صلاة ماذا نقول نحن بعد كل صلاة؟ اللهم أعنا ايش؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يعينك الله لن تستطيع. نعم. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا. الحنيفية ملة إبراهيم. الله تعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. طيب، هنا ثمة سؤال: كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، وملة إبراهيم التوحيد، لماذا خص الله نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم من سائر الملل؟ لماذا؟ كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد وإلى الحنيفية،
لماذا لم يقل الله تعالى واتبع ملة يعقوب، ملة نوح قبل إبراهيم، ملة موسى؟ نعم يا شيخ. نعم، كل الأنبياء حققوا التوحيد، ما عندنا شك، لكن في إبراهيم خاصية ليست لغيره. نعم يا شيخ. من نسله، لا اللي في الأخير. نعم. فتح الله عليك وزدك. من معي؟ سليمان، حياكم الله. قيد اسمه المختار. أن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من مقامات التوحيد ما ليست لغيره من الأنبياء. كل الأنبياء دعوا للتوحيد، لكن إبراهيم قام مقامات في التوحيد ليست لغيره. من مقامات إبراهيم في التوحيد ذهب إلى النمرود وهو ملك الأرض كلها. يقال الذين ملكوا الأرض 4، 2 كافران، فرعون والنمرود، و2 مسلمان، ذو القرنين وسليمان عليه السلام، ملكوا الأرض كلها. يذهب إليه إبراهيم لوحده، ما في أحد مسلم مؤمن على وجه الأرض إلا هو، كما جاء في البخاري قال لسارة زوجته: ليس أحد مؤمن على وجه الأرض سواي أنا وأنت. يذهب إليه ويقول: ربي يحيي ويميت. قال الكذاب النمرود: أنا أحيي وأميت. قال: طيب ربي يأتي بشمس المشرق فاتي بالمغرب. فبهت الذي كفر. يذهب له أعزل من السلاح إلى ملك الأرض ويكذبه. فهذا من مقامات التوحيد. ومن مقامات التوحيد لإبراهيم أنه لم يرزق الأولاد في أول عمره، ورزق ابنه إسماعيل على كبر بعد تقدم في السن. لما بلغ إبراهيم السعي، إسماعيل السعي يعني تعال مثل هذا الولد، لما بلغ معه السعي صار يمشي ويذهب، تعلقت قلب إبراهيم، استريح، تعلقت قلب إبراهيم به. لماذا؟ لأن الطفل الصغير أمه تتعلق به أكثر من الأب لما يكون صغير، لكن لما يبدأ يكبر عمره 4 سنوات 5 سنوات يبدأ الأب يتحرك قلبه. الطفل الصغير الأب ينظر فيه ويقبل ويعود، لكن لما بدأ يكبر الابن تتحرك الأبوة فيه. فهنا تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل، فلما بلغ معه السعي صار يمشي، سعي يعني مشي. وإبراهيم اتخذه الله تعالى إيش؟ خليلا، اتخذ الله خليلا. فزاحمت محبة الله محبة إسماعيل محبة الله، فغار الله على خليله فأمره أن يذبح ابنه إسماعيل. فجاء اسمع إبراهيم وقال: يا بني إني أرى في المنام أني إيش؟ أذبح. هذه ليس من باب المشاورة نفعل أو لا نفعل، لا، ما كان لإبراهيم أن يشاور، وإنما حتى يتهيأ الابن. فما كان من الابن الصغير إلا أن قال: يا أبت افعل إيش؟ هذا التوحيد أمر من الله عز وجل. اليوم تقول للناس اعفوا اللحى، يقول سنة ولا واجب؟ ها، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى واكفروا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى. فلما أسلم، ما هو الإسلام هنا؟ الإسلام الانقياد وليس الإسلام الدخول في الإسلام. وتله للجبين، يعني وضع وجهه على الأرض حتى يقوم بنحره. لماذا وضع وجهه على الأرض؟ حتى لا يضعف فيرى وجه ابنه. فداه الله تعالى.
يقول الشيخ ابن عثيمين في كلام عظيم، يقول انظر إلى هذا المقام العظيم من التوحيد، ذبح من الوريد إلى الوريد، ومع ذلك هذا موقف الأب وهذا موقف الابن. والمقام الثالث لإبراهيم في التوحيد أنه هدم الأصنام جميعا. هدم الأصنام كلها وأبقى الصنم الكبير، وعلق على الصنم الكبير الفاس. ايش تقول له بالألف هنا الفاس؟ ها؟ سيش؟ سمن. عرفت لا؟ علق السمن على الصنم الكبير، فقتل الأصنام كلها، كسر الأصنام كلها، هدمها. فلما جاءوا عرفوا أنه إبراهيم. ما الدليل من القرآن أنه عرفوا أنه إبراهيم؟ سمعنا يذكرها، يقال إبراهيم يذكرها بالسوء وينتقصها ويقول هذه ما في غيره. فجاءوا لإبراهيم وقالوا أنت فعلت بآلهتنا؟ قال لا، هذا الصنم الكبير كسر الأصنام كلها، أصابته الغيرة، غضب، كيف تعبدون الأصنام الصغيرة معي؟ فغار وهدمها. وشوفوا أداة الجريمة معلقة في رقبة الصنم الكبير، لاحظتم؟ لذلك علق الفأس هنا، يقال قال شوفوا أداة الجريمة التي كسر بها موجودة على رقبته. وهذا يذكرنا في تقييداتي في أفريقيا خلال 26 سنة، قيدت بعض الطرق والملح. وهناك رجل في شرق السودان يقال له أدروب شرطان، جاء في زمن الغربة قبل 60-70 سنة، ليس الآن السنة وصلتكم سهلة. ما أدركتم زمن الغربة قبل 60 سنة 70 سنة، عندما كان يمسك الموحد في المسجد عندما يريد أن يتكلم يمسكوه أهل البدع والأهواء ويرمونه خارج المسجد. ما أدركتم هذا. الشيخ أدروب له موقف طريف مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى مشهد من المشاهد القبور هذه، وكان على المشهد ثوب مغطى، ثوب قماش جديد وغالي، فقطع الثوب ووجد يسمى في السودان البروش، ما ادري ايش يسمى عندكم في السنغال، الذي يجلس عليه من الخسف، من ورق الفرش، هذا الخسف، الحصير. نعم، ها؟ بسن. عرفتم؟ فأخذ القماش وأخذ هذا وذهب به إلى السوق، فقال من يشتري مني هذه؟ فطالعوا الناس عرفوا القماش ده قماش الشيخ حق مشهد، والبروش هذه الحصير يعرفون يجلسون عليها. فقالوا يا أدرو حرامي تسرق؟ قال من قال لكم أني سرقت؟ قالوا من أين جئت بهذا الحصير؟ هذا مو حق شيخنا اللي كنا نجلس عنده؟ وهذا القماش ما كان على المشهد؟ قال لا، أنا ما سرقته، أنا جيت عند الشيخ وقلت له يا شيخ أنا فقير وما عندي عشاء. قال خذ الحصير وخذ القماش اللي على بيتي. قالوا يا أدروب هو يتكلم؟ قال طيب كيف تخاطبونه وتدعونه من دون الله؟ وضحت القصة ترجمها له؟ ترجمها له. dafa am benn cheikh bu ñuy wax cheikh bu mag bu nekk Soudan, dafa jël basan bi nga xam ne moom la benn sëriñ bu mag doon toog ak lu mu doon lal foofu. benn bés mu daal koy jël daal di dem ci marché bi, mooy daf koy jaay. nit ñi bañ ko gisee ñu ne ko yow basan bi mooy basan sëriñ bi mu doon toog, yow sàcc bu mag na. mu ne leen sàcc ma ko rek,
man maa ñaan cheikh bi mu daal ma koy may ma daal koy indi di ko jaay ñu ne ko yow cheikh bi dee na bu yàgg na la lay déggee mu ne kon nag ngeen di jaamoo di woo koo xamante ne dee na ko foofu daf leen bëggoon wax ni rek ne ki ngeen di dem di ko ñaan du dégg du gis munul maye kon nag bu fekkente ne mënoo leen nangu seen xel yi mënul nangu ne bu deewee ma ñaan ko ay basangam mu may ma ko ma ñëw ci marché bi di ko jaay kon ngeen war ngeen delluwaat xolaat seen bopp bu baax ne ki ngeen di ñaan tuddul yàlla subhanahu wa taala nekkul yàlla du ko may waaw. مثل إبراهيم قال هذا الذي كسرها فلهذه المقامات العظيمة في التوحيد أمر الله نبيه أن يتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم أن تعبد الله أن تعبد الله وحده مخلصا له أن تعبد الله ولا تعبد غيره مخلصا خالصا له الدين. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بل الإخلاص هو الدين كله لأن العبادة لها شرطان الإخلاص والمتابعة وهما مثل جناحان للطائر. إذا عبدت الله مخلصا لكن لم تكن على سنة لم تقبل منك العبادة وإذا كانت العبادة على السنة ولم تكن خالصة فلم تقبل منك العبادة. نعم كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. العبادة من غير توحيد وإخلاص لا يقبل الله تعالى منك. نعم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. نعم شخص صلى من غير طهارة هل يسمونها صلاة؟ لا. وكذلك رجل عبد الله من غير توحيد لا يقبل الله تعالى. نعم. وإذا دخل الشرك في العبادة فسد كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذه مهمة انتبه لا لابد أن نترجم لها. الشرك إذا دخل على العبادة أفسدها كما أن الحدث إذا دخل على الطهارة يفسدها. ترجم هذا. من بوكالي من جامو يالا بكي بوكالي تابي داف كوي نينال كوم تاي نيت كي بو جابé daal di tojal xam ngeen ne ku jàpp ba noppi daal di ngelawal wala yu mel noonu jàppam day daal di toj ni ki noonu tamit képp koo xam ne mu ngi jaamu yàlla di ko bokkaale ak moom jaamu yàlla boobu noonu dafay nekk jaamu yàlla bu toj daal di yàq. هنا نعطيكم مثال. شخص في يوم شديد الحرارة ترجم لنا mu ne dafa mel ni rek bu mu la doon joxe exemple la misaal mu ne waajoo xam ne في maanaam ci jamonoy tàngoo bi dafa tar lool. في الصباح توضأ قال منها أكسب أجر الوضوء ومنها أتبرد. mu ne xaaral ma jàpp daa cee am li nga xamante ne mooy tiyaaba waaye tamit daa ci am péex. وكلما شعر بالحرارة توضأ من غير حدث. mu ne saa yu yégee ne moom dafa tàng rek mu daal di jàpp te njàppam tojul. توضأ من الصبح إلى الظهر 20 مرة. mu daal di jàpp ginnaaw suba ba tisbaar lu tolloog 20 yoon. لما دخل يصلي أحدث. mu ne ba mu tàmbalee di julli njàpp bi daal di toj. قلنا له قم توضأ قال يا جماعة خاف الله أنا أحدثت مرة واحدة لكني توضأت 20 مرة تقبلون منه؟ mu ne ba mu commencé di julli njàppam daal di toj ñu ne ko jàppaatal mu ne déedéet man jàpp naa 20 yoon mu toj benn du ma ko nangu. تقبلون؟ mu ne ndax ngeen ko nangul loolu. 20 وضوء والحدث مرة واحدة. jàpp 20 yoon daal di tojal benn yoon ndax ngeen ko nangu.
تصلي تصوم من أهل الصف الأول 40 سنة، معك مسبحة طولها 1.5 متر، حججت حجيت 40 سنة 30 سنة، حافظ القرآن بالقراءة العشر، تقول الولي يخلق الجنين، الولي يتصرف في الكون، الولي يقول للشيء كن فيكون. ترى من حقي أنك تسجد لغير الله، تطوف بغير بيت الله، تدعي أن فلان يعلم الغيب، أنت وقعت في الشرك الأكبر، عبادتك كلها ما نفعت. mu ne koo xamante ne dafay ñëw di julli ci sàpp ji ëwwal ci sàpp yu njëkk yi lay julli, mu ngi woor, mu ngi aj na lu ëpp lu tolloog 20 yoon ak wala lu ëpp loolu, maanaam mu joxe ay misaal yoo xam ne koo xam dafa sonn ci ay jaamu yàlla, ànd ak loolu yëpp mu ngi sujjóotal keneen ku dul yàlla, mu ngi rendil keneen ku dul yàlla, mu ngi wër ci bàmmeel yi comme ni ñuy wëree kaaba gi, ni ki noonu mu ngi def ay xeetu bokkaale, dem na sax ba gëm ne ne sëriñ si am nañu xam-xam ak sañ-sañ ak mën-mënu fekk koo xam ne dafa ëmb te lu mu ëmb jigéen lañu daal ko soppi dafa ko góor, jàpp ne sëriñ si seen wàllu bopp mën nañoo bind comme ni yàlla subhanahu wa taala di bind. mu ne képp koo xam ne sa doxalin noonu la, yow yaa ngi tàbbi ci bokkaale yàlla subhanahu wa taala. ولذلك الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. loolu moo tax yàlla daal di wax yonentam ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. moo tax yàlla daal di wax yonentam ne wax ñu woon nañ ci yow comme ni wax yoon ñu jiitu woon, bu fekkente ne yaa ngi bokkaal ak sa borom li nga bës a def ci lu baax lépp lay nee na te li nga bokk ci ñoo xam ne dañuy daal di perte yawmal qiyaama. وحاشا وكلا أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المعاصي ولا سفاسف الأمور ولا منكرات الأخلاق، لكن هذا التحذير لأمته. mu ne yonent yàlla bi du bokkaale yàlla mukk abadan, du bokkaale yàlla mukk, waaye loolu yëpp borom subhanahu wa taala daf ko wax ngir daal di sàmmante li nga xam ne sàmm li nga xamante ne mooy xeetam xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci noonu tamit bëgg bu mu leen di bëgg yàlla bëgg bu mu bëgg xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu sàmmante seen pas-pas boobu ñaar. والله تعالى لما ذكر 18 نبيا 18 نبيا قال في ختام الآية ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما في مجاملة في التوحيد، تعبد الله، تحفظ القرآن، تحج لبيت الله، تحافظ على الصلاة 40 سنة، ثم بعد ذلك تقع في ناقض واحد يهدم العبادة كلها، كما أن الحدث يهدم الطهارة. mu ne yàlla ba mu tuddee fukk ak juróom-ñett ci alquran ci ay yeneen mu ne ànd ak loolu yëpp mu nekkoon te ne ñu ngi doon bokkaale seen borom ñu ngi ko def ci lu baax yëpp lay neneen walaw ashraku la habita anhum ma kaanu ya'maluun. kon nag loolu dafay wane maanaam ñoom bi bu nekk ci li nga xamante ne mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala. boo doon julli ci woor ak di def lu baax di ko boole di bokkaale suñu borom subhanahu wa taala, suñu borom lépp lay neenal. نعم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله جل وعلا. نعم. الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتعلم التوحيد والدعوة إليه من علامات الفلاح والنجاح. ترجم هذا من علامات الدعوة إلى التوحيد وتعلم التوحيد والدعوة إليه. تعلم التوحيد والدعوة إليه من علامات النجاح والفلاح. mu ne di jàng tawhid ba noppi di ci wooteewoo loolu mandarga bi wane ni borom dina taxe, maanaam jiitewoo tawhid di ko jàng ba noppi di ko wesaare di ci woo nit ñi, loolu dafay wane ni lii mandarga bi wane ni ku sàmmante mbir yooyu noonu dina mucc ci àdduna mucc ci àllaaxira, maanaam dina texe ëllëg yawmal qiyaama. وهذا نبي الله يعقوب حياته كلها قضاها بالدعوة إلى التوحيد،
حياته كلها قضاها في الدعوة إلى التوحيد، وأبناءه أنبياء، ومع ذلك في سكرات الموت يقرر التوحيد. وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما قال خلاص أنا دعوت للتوحيد طول عمري، أبنائي أنبياء إسحاق ويوسف ويعقوب، لا، يدعو إلى التوحيد حتى في سكرات الموت في اللحظة الأخيرة. ترجم معنا. من يعقوب dafa nekkoon ci tawhid jaamu boromam moom bokk te dara ko bokkaale jële nit ki noonu ci lay yokk njabootam, waaye yemul ci loolu ba nga xamante ne dee dikkal na ko dafa dajale njabootam yëpp mu ne leen maa ta'buduuna min ba'di, lan ngeen di jaamu sama ginnaaw. ñu ne ko na'budu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik, nañ jaamu sa borom, jaamu sa papa mu Ibrahim ak ki nga xamante ne mooy Isxaaqa, ñu doon jaamu mooy ñun loolu la ñuy jaamu. kon nag yemul rek ci dund ko ak jar ci njabootam, waaye ba nga xamante ne dee dikkal na ko dafa delluwaat di ñaax ñi nga xamante ne mooy njabootam ci ñi nga xamante ne mooy toog ci boobu. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف، يقول لسادات الأولياء في المدينة بعد 20 سنة قضاء في الدعوة والتوحيد، ومع ذلك يقول لأبي بكر وعمر وطلحة والزبير أخوف ما أخاف عليكم، ما قال أخاف، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أبو بكر وعمر، لا تخاف على نفسك؟ mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ak sama kàngami gaa yu baax yi mooy saxaaba yi, ginnaaw ba mu leen woowee ci tawxiid lu tolloog 20 fukki at ak ñett wala 20 fukk, ànd ak loolu mu ne leen axwafu ma axaafu aleykum shirkul asgar, lu ma gën a ragal ci yéen mooy bokkaale bu ndaw. mu ne nag mu nekkente ne saxaaba yi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne mooy dëggal nañ tawxiid boobu nekk ñu gën a baax, mooy nekk ñu tuddee saadatul yaani al awliya wala saalihin, bu fekkente ne ñoom la yénit yàlla bi ragal ci bokkaale, ndax yow doo ragal bokkaale?